اهلا بيكم معايا النهارده. والنهارده انا الصراحه عايزه اقول لكم ان انا زهقانه زهق غير عادي. ليه بسجل الفيديو ده؟ بسجل الفيديو ده علشان تعرفوا ان ممكن الانسان اللي هو طول الوقت عنده حماس، طول الوقت عنده افكار جديدة، طول الوقت بيروح هنا وهناك، لا هو بيجيله كمان فترات يا جماعة بيكون فيها زهقان عادي زينا زي بقية الناس. لا تتخيل ان الناس اللي انت بتشوفها على الفيسبوك اللي طول الوقت حياتها فيها يعني تغيير وفيها مرح او فيها روقان، ان هم ما بيجيلهمش حالات تانية زي ان هم يكونوا زهقانين. زهقانين لدرجة ان انا مكسلة ان انا اطلع لكم بشكلي، فقلت اطلع لكم الصورة الجميلة دي بتاعت الازايز الملونة، عسى ان هي تعمل بهجة بدل حالة الزهق اللي انا فيها. انا حكيت كتير عن الزهق الصراحة، وعموما يعني دي تيمة او موضوع انا مولودة بيه من زمان. كنت زمان بقعد هايبر، اروح هنا اروح هناك، اخترع حاجات، طب اعمل ايه، طب اتفرج على حاجة. الصراحة الطاقة الايام دي يعني فيها حالة من طاقة تقيلة في العموم، يعني مش قادرة اشرحها ازاي، بس هي طاقة تقيلة جدا. اللي بيؤمن بالفلك والحاجات دي هيعرف ان في تغيرات كبيرة في الكواكب في الابراج، وده بالطبع بيأثر علينا زي القمر زي الشمس زي حاجات كتيرة قوي. مش عايزة اقول الزوحل حبيبي عندي بقاله سنتين ونص مرابط، وان شاء الله كمان 3 4 ايام هينزاح من عندي. بس بغض النظر، كل اللي انا عايزه اقوله ان انا لما بكون زهقانه، انا ما بقولش ليه انا زهقانه، خلاص انا زهقانه. لما بكون زهقانه ما بقعدش ادور على اسباب، وكمان ما بقعدش ادور على الحلول. خليني قاعده في حاله الزهق. ايه المشكله ان انا اتقبل الزهق؟ يعني زي ما بتقبل الايام الجميله، زي ما بتقبل الايام اللي فيها مرح ورحلات وعزومات وكل الحاجات دي كلها، لازم كمان اتقبل ان الواحد ملوش نفس يعمل اي حاجه خالص. انا تقريبا قاعده من الصبحيه، يعني ما عملتش اي حاجه، فقلت خلاص يا ما ايه المشكله يعني ان انت ما تعمليش حاجه؟ طب ما انت في ايام كتيره قوي كمان بتعملي حاجات وحاجات كتيره جدا، فما فيهاش اي حاجه. زي يا جماعه الطبيعه ما بتبقى ايام شتاء برد، الايام دي مثلا جو حر واحنا لابسين شتوي وكمان تراب، وانا ما بحبش الايام اللي فيها تراب وحر ده، خاصة لما بيكون في ايام الشتاء. فحتى الطبيعة ما هياش مستقرة، الطبيعة كل يوم في حال زي ما بيقولوا. فاحنا كمان لازم نتقبل ان احنا نكون في احوال كتيرة عندنا، احوال بتعجبنا احوال ما بتعجبناش. بغض النظر احنا بنشغل في الحالة دي المراقب، اللي هو انا ببقى قاعده كده هو ومحتويه نفسي. ما بدورش زي ما قلت لكم على اي حلول او ليه انا زهقانه، انا بقعد مع هذا الزهق. وسبحان الله يعني دوام الحال من المحال. واللي يقبل الايام الحلوه، او على قد ما انت يعني تقبل الايام اللي انت بتبقى فيها كئيب، او الايام اللي انت بتبقى فيها زهقان او حزين، على قد ما بتقبل الايام دي وتحتويها، على قد كمان ما درجة الفرح والبهجة هتزور حياتك. دول كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهاردة، واتمنى انهم يعجبوكم ان شاء الله.